السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم محمود. هنتكلم النهاردة عن ماتش مانشستر سيتي وتوتنهام بشكل سريع. انا كده هنتكلم عليه في الفيديو المجمع عن الجولة كلها. بس كان الانطباع اللي انا اخدته توتنهام الصراحة عمل ماتش عالمي، ماتش ممتاز جدا. قدر يشتغل على نقط ضعف السيتي، وقدر يشتغل على نقط قوته. وبصراحة ريتشارلسون عمل ماتش كويس جدا في الماتش ده، وتوتنهام بشكل عام كان بجميع افراده كانوا عاملين ماتش رائع بصراحه، سواء من الناحيه الدفاعيه او من الناحيه الهجوميه او النظام التكتيك في الملعب، او لما هو قدر يحقق ال 2-0 واستغل الفرص الموجوده ولعب على الهجمه المرتده. قدر يشتغل عليها بشكل كويس جدا، وحافظ على الفوز بتاعه لما رجع الخطه لثلاثه مدافعين ورا عشان خاطر يقفل الدفاع بشكل كبير. وبصراحة أنا توتنهام مستواه فاجئني، خصوصا من بداية المباراة، وهو بيعمل خطورة بشكل كبير جدا على مانشستر سيتي. وده بيدل على في ثغرات موجودة عند السيتي المفروض اللي هي تنحل من عن طريق جوارديولا يعني. تاني حاجة هنتكلم فيها المستوى اللي كان ظاهر فيه عمر مرموش. ما كانش بالنسبه لي انا، على رايي انا، ما كانش على قد المستوى المطلوب. اتمنى ان هو يركز اكتر من كده، يشتغل يثبت نفسه، اللي هو يبقى اكتف اكتر مع الفرقه. ما يفكرش في حد حواليه، هو يفكر في نفسه، في اسلوب لعبه، في طريقته هو. نفس الاسلوب اللي كان بيستخدمه في الدور الثاني الموسم اللي فات، بنفس الطاقه بنفس الايجابيه. انت دلوقتي معاك فرقة المفروض ان انت متغير فيها جزء كبير لقدام، بيعتمد عليك بشكل معين في قلب الفرقة. المفروض ان انت كل فرصة تستغلها موجودة في الوقت اللي انت تقدر بتنزله، تستغل كل شيء فيما هو صالح للفريق وصالح ليك، ما تدورش على نفسك انت بس. تاني حاجة بالنسبة للتوتنهام، يعني شابوه، برافو. 2-0 جونين من احسن ما يكون، مستوى عالي جدا 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 في الفرقة. تاكتكس ممتاز، اللي هو مدير فني على اعلى مستوى الصراحه. الفرقه كلها ماشيه في منظومه متميزه وممتازه. الفريق بيأدي بشكل كويس جدا، سواء الناحيه الهجوميه او الناحيه الدفاعيه. زي ما احنا قلنا خط النص كان ممتاز. دي كلها عوامل ادت اللي توتنهام يأدي النتيجه دي. انا ما كنتش متوقع الكلام ده خالص. انا كنت متوقع ان السيتي هيعمل دومينيشن، هيعمل سيطره كامله على المباراه ويقدر يغلب. هتبقى النتيجة صعبة شوية، هتبقى الفرق قليل، هيبقى النتيجة قريبة. بس كان في توقعنا للسيتي هيغلب، بس اللي عمله توتنهام يستحق 100% الفوز، ويستحق 3 نقاط. وبرافو جدا وشابوه لتوتنهام بصراحة.